معقول جهاز ورك ستيشن باتنين بروسيسور ورامات 64 جيجا وكارت فيجا بالسعر ده؟ انا اجيبه احسن من جهاز الجيمنج. ده ما كانش حد غلب. كان اي حد راح عند بيت اي حد وقال له بيتنا كلنا. لو فاكر ان اجهزة الورك ستيشن برامات 64 جيجا او 128 جيجا واتنين بروسيسور وكارت فيجا 6 او 8 او 10 او حتى 24 جيجا ويقدر يشغل لك الالعاب احسن من جهاز جيمنج او احسن من الجهاز اللي عندك، تبقى غلطان. لايك فولو شير وانا هقول لك السبب، يلا بينا. تخيل معايا كده قدامك جهاز كمبيوتر فيه معالج ب64 نواة ورامات 256 جيجا وكارت شاشة سعره حرفيا جديد، ممكن يخليك تشتري عربية مستعملة. انت ممكن تقولي جهاز زي ده يشغل لعبة سايبر بانك على اعلى اعدادات وكمان ممكن يطلع نار لو عايز. الصدمة هنا ان انت لو جربت الجهاز ده في الالعاب مش هيدي اداء زي جهاز جيمنج بربع ثمنه حرفيا. يعني انت لو جبت جهاز جيمنج بربع التكلفة بتاعت ده هيتفوق عليه بكتير. السبب الأول والأساسي هو السي بي يو أو المعالج. ألعاب الكمبيوتر ذكية بس طماعة، بتحب السرعة الخام، يعني عايزة نواة واحدة أو 6 أنوية بالكتير بس يكون ترددهم عالي جدا زي 4.5 جيجا هرتز أو 5 جيجا هرتز زي ما بنشوف في المعالجات الحديثة. إنما معالجات الورك ستيشن العكس تماما، هي مش معمولة عشان تخلص مهمة واحدة وبسرعة، هي معمولة عشان تخلص 100 مهمة في نفس الوقت. فبتلاقي المعالج فيه 32 أو 64 نواة، بس المشكلة هنا إن تردد النواة 3 و6 2 و6 و2 و8 جيجا هرتز. اللعبة هنا بتلاقي أنوية كتير بس هي مش هتستخدمها في حاجة، فالنتيجة إن أنت بتخسر إطارات كتير، وأداء البروسيسور اللي فيه نواة أو 6 نواة بس صراع هيبقى أفضل كتير في الأداء مع الألعاب. أجهزة الورك ستيشن بتستخدم رامات DDR3 و DDR4 بس من نوع اسمه ECC. ده بيعمل حاجة اسمها كوريكتنج كود. تخيل إن أنت بتعمل ريندر لفيلم هيقعد 3 أيام وفي الآخر حصل كراش أو الشاشة الزرقاء والجهاز يعمل ريستارت، أو هتضطر تعيد ده كله من الأول تاني. انا عارف احساسك ساعتها واحساس انا كمان مش عارف اقول لك انا ممكن اعمل. عشان كده هم حلوا المشكله بالنوعيه دي. بس خلي بالك الرامات دي بتبقى ابطأ بكتير من الرامات التانية فبتعمل مشكله، فهي برضو مش موجهه للالعاب، وموجهه للريندر وان هي تشتغل لفتره طويله. حتى كروت الشاشة بتاعت الورك ستيشن مختلفة عن كروت الشاشة اللي احنا كلنا عارفينها. تلاقيها دايما بتبتدي باسم كوادرو لو هي قديمة، ولو في الفئة الجديدة هتبقى RTX A. وفي لابات نازلة جديد في الاستيراد فيها كروت شاشة RTX A 6 جيجا، فانت بتبقى فاكر ان اللاب ده تقدر تلعب عليه بشكل كويس وانه مش هيأثر معاك، انما دي مش حقيقة. كروت الشاشة اللي مخصصة للورك ستيشن مش معمولة علشان الفريمات العالية ولا السريعة، معمولة علشان لو انت مهندس وبتعمل ديزاين ان هي تبين لك ادق التفاصيل من غير تهنيج، وبتختصر معاك وقت كبير جدا في الريندر. الخلاصة ان اجهزة الورك ستيشن عاملة زي القطر، تقدر تشد 100 عربية وراها بس ما تقدرش تسابق عربية فارغة. لو انت استفدت من الحلقة دي فولو لايك وشير. لو انت كنت فاكر ان اجهزة الورك ستيشن تنفع للالعاب اكتب لنا رأيك في الكومنتات.